هقف زي ما انت شايفني كده بالظبط، وابدا اخد خطوه لقدام. اهم حاجه ركبتي المصابه ما تعديش مشط رجلي، واقف على مشط رجلي اللي ورا بالشكل ده، وايدي هنا كده، وابدا انزل واطلع. اهم حاجه زي ما فهمتك الركبه ما تعديش مشط رجلك. كتير مننا بيحصل له اصابه في الرباط الصليبي نتيجه حادثه، او ان هو بينط من على حاجه عاليه، او ممكن رجله تتلوي، او ممكن يحصل له جزع في الرباط الصليبي. عشان اعرف ده اعرفه ازاي؟ اول حاجه لازم تجري على الطبيب فورا، ولو حصل ورم في الركبه في الوقت ده ايه هي الاسعافات الاوليه اللي انت المفروض تروح تعملها؟ اول حاجه لازم تعملها بسرعه انك تبدا تحط تلج على الجزء المصاب ورجلك ما تلمسش الارض. وعشان ندخل في الموضوع على طول، كل ده لو حصل معاك ما ينفعش تعمل التمارين اللي انا هعملها دي دلوقتي، لانك لو عملتها في الوقت ده المشكله هتزيد معاك اكتر. طيب امتى ابدا اعمل التمارين دي؟ تعمل التمارين دي بعد فتره العلاج الطبيعي، وفتره العلاج الطبيعي دي هتاخد معاك من شهر ونص ل3 شهور. بعد كده تبدا تعمل التمارين اللي انا هقول لك عليها دي دلوقتي. اول تمرين هتعمله لو انت قاعد في البيت، هتستخدم كرسي وهتقعد نفس القعده اللي انا قاعدها دي، وهتفرد رجليك بالشكل ده وتبدا تنزل وتطلع كده. اهم حاجه الركبه دي ما تتنيش عشان تقوي الرباط الصليبي كده بالشكل ده. التمرين ده هنعمله 8 مجاميع، المجموعه في 30 عده. ولو في الم، لو حصل معاك الم بسيط شويه فده هيبقى في البدايه، بعد كده هيبدا يروح كده بالشكل ده. 1 2 3 4 5 6. بس اعتقد ان في التمرين ده مش هيحصل معاك الم ولا هيحصل معاك اي مشكله. ولو حصل ورم زي ما فهمتك لازم نستخدم التلج كل 3 ساعات على الركبه عشان ما يحصلش ارتشاح. 6 7 8. زي ما انا وريتك بالظبط هتعمل التمرين ده. تاني تمرين هنعمله وانت قاعد في البيت او قاعد في الجيم. لو انت في الجيم هيبقى جهاز الاكستنشن ده اللي انت هتقعد عليه، او الرجل الامامي، وتبدا تتني رجليك بالشكل ده كده وترجعها تاني مطرحها. تعمل التمرين ده من 6 مجاميع ل8 مجاميع. ومع الوقت تبدا تحط تقالات في الاول، اللي هي تقالات الرمل دي بتتباع في اي محل ادوات رياضيه بالشكل ده كده. التمرين ده زي ما فهمتك هنعمله من 6 مجاميع ل8 مجاميع. هنا انت بتقوي العضلات اللي حوالين الركبه عشان يبقى في ثبات اثناء ما انت ماشي. وفتره التاهيل دي بتحصل بعد فتره العلاج الطبيعي اللي احنا قلنا عليها في الاول، اللي بتقعد من شهر ونص ل3 شهور بالشكل ده كده اهو. تالت تمرين هنعمله هقف زي ما انت شايفني كده بالظبط، وابدا اخد خطوه لقدام. اهم حاجه ركبتي المصابه ما تعديش مشط رجلي، واقف على مشط رجلي اللي ورا بالشكل ده، وايدي هنا كده، وابدا انزل واطلع. اهم حاجه زي ما فهمتك الركبه ما تعديش مشط رجلك. التمرين ده هتعمله من 6 مجاميع ل8 مجاميع. في كام عده؟ في حوالي 30 عده. اهم حاجه الرجل اللي ورا عامله سبورت للركبه المصابه، وابدا انزل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اهم حاجه زي ما فهمتك على قد ما تقدر هات عدد. رابع تمرين لو انت هتعمل التمرين ده في البيت يبقى هتشتري الكره دي زي ما فهمتك برضو من اي محل ادوات رياضيه، وتحطها ما بين رجلك بالشكل ده عشان تعمل لك سبورت للركبه، ما تنزلش وتطلع على الهواء، تبقى هي مثبته الركبتين وانت ضاممها كده بالشكل ده، وتبدا تنزل. 1 2. رجلك في شكل 11 وضامم الكره برجليك عشان ما تنزلش على الهواء. 3 4 5. زي ما اتفقنا التمرين ده هنعمله من 6 مجاميع ل8 مجاميع، من 15 ل30 عده، اقصى عدد انت ممكن تجيبه. اهم حاجه ما يبقاش فيه الم، والركبه زي ما فهمتك ما تعديش مشط رجليك. خامس تمرين هبدا اقف بالشكل اللي انت شايفني عليه ده، رجلي الاتنين جنب بعض، وابدا اخد خطوه لقدام وارجع تاني، اخد خطوه لقدام وارجع تاني. اهم حاجه بطن رجلي كلها تبقى على الارض زي ما انت شايفني، مش على مشط رجليك، عشان اللي انا بعمله ده بيديك ثبات لرجليك ويخليك تبدا ترجع تمشي طبيعي تاني زي الاول اهو. 1 2 3
4 5. اهم حاجه زي ما فهمتك ركبتك ما تعديش وش رجليك. سادس تمرين برضه هتعمله وانت في البيت. هتبدا تحط ايدك بالشكل ده كده وتقفل رجليك الاتنين دول جنب بعض وتبدا تنزل نص نزله او ربع نزله. اهم حاجه رجليك ما يبقاش فيها الم وركبتك ما تعديش وش رجلك. اهو 1 2 3 4. برضه التمرين ده هتعمله من 6 مجاميع ل 8 مجاميع فاقصى عدد انت ممكن تجيبه. 7 تمرين هقف زي ما انت شايفني كده بالظبط شكل رجلي 11 وابدا اطلع على مشط رجلي وانزل تاني على مشط رجلي وانزل تاني اطلع اهو. اهم حاجه ركبتي ما تتنيش. ما تحاولش ان انت تتني ركبتك في التمرين ده لان التمرين ده بيقوي عضله السمانه وعضله السمانه وظيفتها بتعمل لك ثبات اثناء المشي. اهو 1 2 3. التمرين ده برضه مهم. التمارين اللي احنا بنعملها دي بتقوي العضلات العامله اللي حوالين الركبه وده بسبب ان انت بتبقى قاعد فتره كبيره بتتعالج فيها فالعضلات بتضعف. في الوقت ده العضلات بتضعف. قبل ما انهي الفيديو معاكم اهم حاجه لو في ورم او في ارتشاح لازم تستخدم تلج ولازم تستخدم الادويه اللي الدكتور قال لك عليها لان دي هتساعد في عمليه الاستشفاء بشكل سريع. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم الكابتن عمرو فليكس. السلام عليكم.